السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة على القناة ديالي. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية وإن شاء الله تكون كلشي أموركم مزيانة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال بركوكش ديال المنطقة ديال سوس. كيجي لذيذ بزاف، كنقدموه هكذا مع املو والعسل وزيت ارغان. فبقاو معايا نتعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. هو بسيط بزاف يعني سهل. كنحتاجو كميه ديال البركوكش راه كيتباع جاهز. انا خديت هنايا داك الرقيق حيت هو اصلا يعني كيتنفخ فاش كيطيب. ملي كتاخدي داك الغليظ فاش كيطيب كيولي كبير بزاف. خديت هنايا واحد كميه يعني على حسب افراد الاسره، وغادي نزيد ليها واحد معلقه كبيره ما تكونش عامره بزاف، يعني معلقه كبيره ما عامراش ديال زيت المائده. تقدروا تستعملوا حتى زيت الزيتون الا بغيتو. صافي وغادي نحركو مزيان، نخلطو هكذا بصباعي باش يتشرب هذيك الزيت، وغادي نبدا نضيف ليه الماء شويه بشويه. ما نكثروش الماء باش ما يتعجنش لينا، يعني غير القياس. كيف ما كتشوفوا راه درت غير شويه ديال الماء لما يكون دافي. صافي غادي نخلطو هكذا باش يتشرب هذاك الماء، وغادي نردو للكسكاس. هنايا درت البرمه فوق العافيه يعني سخونه. غادي ندير البركوكش ديالي في الكسكاس وغادي نحطو يطيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى كيبان لنا الدخان طلع فيه. صافي وكنحيدوه، ما نفوتوش ليه الطياب كيف ما قلت باش ما يتعجنش. ما نفوتوش ليه الطياب وما نفوتوش ليه الماء. هنايا عاود درت لي ثاني واحد معلقه كبيره ديال زيت المائده، وغادي نخلطوه غير بشويه. تقدروا تستعملوا يديكم ولكن عندكم لا تحرقوا. صافي غادي نخلط وغنبدا نزيد عاوتاني الماء كيف ما كتشوفوا تقريبا نقولوا واحد نص كاس ديال الماء في كل طفويره. غادي نخلطو وغادي نردو الكسكاس المره الثانيه يعني الطفوره الثانيه باش يطيب كيف ما قلت بحال المره الاولى، غير يبان لينا طلع مع هذاك الدخان تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. صافي ونحيدوه. بالنسبه للطفوره الثالثه كنضيف ليه الملح على حسب الذوق، وكنضيف ليه زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار تقريبا. صافي وغادي نردو عاوتاني المره الثالثه والاخيره، التفويره الثالثه والاخيره. هنا كذلك ضفت ليه شويه ديال الماء، يعني راه عندي تقريبا كاس ونص ديال الماء في المجموع. وما تنساوش انا عندي كميه قليله ديال البركوكش، يعني ما درتش كميه كثيره، تقريبا واحد الرابعه ما وصلش كاع. صافي غادي نردو يفور التفويره الاخيره وغنتلاقاو باش نديرو في طبق تقديم. صافي هنا من بعد ما فار غادي نضيف ليه واحد شويه ديال زيت الزيتون واحد 2 معالق كبار. زيت الزيتون كيعطيه مذاق زوين، وتقدروا ديروا حتى زيت ارغان حتى هو كيجي زوين بطبيعه الحال. صافي غادي ناخذ هنايا الطبق اللي غادي نقدموا فيه. صافي كنشكلو هكذا بالراحه ديال اليد ديالي، وكندير فيه واحد الحفيره في الوسط باش نحط فيها واحد زليليفه صغيره اللي غادي ندير فيها املو. بالنسبه للاملو انا عندي مصيب اللوز والعسل وزيت ارغان. كيف ما كتشوفوا هكذا غنحط هذيك الزلافه في الوسط ونحاول نضغط عليها ونقد الجوانب، يعني نغطيها بالبركوكش. وبالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. انا درت هنايا شويه ديال التمر، واحد 4 ديال التميرات معمرين باللوز. وغادي ندير كذلك
واحد الفنيدات هكذا ما غير يعطوني منظر كيف ما قلت، يعني تقدروا تزينوا كيف ما بغيتوا الطريقه اللي بغيتوا نتوما. كيجي على هذا الشكل هذا. صيبته اليوم بمناسبه السنه الامازيغيه، وسنه سعيده لكلشي الامازيغ ديال العالم. فيما كاين شي امازيغي كنتمنى ليه سنه سعيده. وبهذا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديال اليوم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا الوصفه. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ضروري ديروا ليه لايك، ونلقاكم في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.